واحد زي حسين الشحات ده بقول له انت حرام تلعب في النادي الاهلي تاني، انت اناني بمعنى الكلمه، انت نازل بتدور على اللقطه، نازل بتدور على الشو يا راجل. ده انت اول الكوره ما جات لك اول ما نزلت راح تشوطها مش من بره ال 18، انت راح تشوطها من بره ال 25 بعيد قوي على الجون، يعني ما ينفعش تشوط ومع ذلك شطها وتشاور تقول معلش يا جراديشار، معلش يا طاهر يا محمد يا طاهر، معلش طمعت فيها، ماشي عديناها. جات لك كوره بعدها طمعت فيها برضه جوه ال 18 واستكترت تديها لقفشه، كان قفشه جنبك كان ممكن يجيبها جول يا راجل. كوره ثالثه بعدها كان جنبك جراديشار استكترت تديها له. ليه؟ بتدور على اللقطه، مش بتدور ان انت اللعب دوت لازم اباصي لزمايلي مبقاش ابقى اناني. دي الف ب كوره قدم، اوعى تبقى اناني. واننت مره واتنين كفايه، ادي للي جنبك عشان نكسب، ادي للي جنبك ده في جمهور قاعد في المدرجات بيتحرق دمه، حرام عليك. ومع ذلك برضو اننت فيها. جيت بعد كده اخر كوره في المباراه بعد ما الشناوي شايل بلاوي، اخر كوره جات لك ماشي من عند الشناوي بالكوره لحد الجون بتاعهم، وجراديشار عمال يصرخ يقول لك هات، طاهر محمد طاهر عمال يصرخ هات، وانت مفيش اناني، وفي الاخر الكرة بين رجليك، وفي الاخر المدافع بتاعهم ياخدها، ويا ريتك ولا شطها ولا اديتها حتى بسيطه لحد كان جابها جون. حتى اناني بمعنى الكلمه، نازل بتدور على الشو، في سوء نيه نازل بيه، عشان كده مش موفق بجد. يعني مش عارف ازاي ريبيرو بيلعبك. اقول لك ايه، ما ريبيرو كمان لا يصلح ريبيرو. يعني ريبيرو اللي كان مثلا الشوط الاولاني كان حلو، الشوط الاولاني يعني ماشي كنت حلو، جه الشوط الثاني عمل شويه تغييرات، اثبت لي اللي هو بتاع بطيخ، اثبت لي اللي هو لا يصلح. يعني زيزو يا راجل خد بالك، زيزو اللي جايب ضربه جزاء، زيزو السبب اللي جايب ضربه جزاء. زيزو لما كان بيجي له كور واحد قصاد واحد كان بيعدي، كان بيرقص وبيعدي، ولو كان عدى كان في كور المدافعين بتاع انتر ميامي كانوا بيوقعوه، وخلى الحكم يديهم انذارات. يعني عامل شغل في الملعب، خد بالك من الكلمه اللي اقولها. وفوق ده كله انت منزله بديل لامام عاشور، تيجي يا راجل تسحب زيزو؟ ده انت منزله بديل. طب لو انت مش مقتنع بيه ازاي نزلته بديل؟ لو انت مش اصل معنى ان انت تطلعه يبقى انت مش مقتنع بيه. طب يعني تطلعه ليه؟ ده واحد جايب لك ضربه جزاء، واحد عمل عرضيه، واحد لعب كورنر لاشرف داري لعبها بالهيد كانت جون، يعني من احدى الاجوان اللي ضاعت الشوط الاولاني، ومع ذلك تيجي تطلعه؟ يا راجل انت لسه مغيره، انا ما شفتش مدير فني يبقى لسه مغير لعيب يجي يطلعه، انا ما شفتهاش. اللي يعمل كده ما يبقاش مدير فني. انت كده فضحت نفسك يا ريبيرو، انت كده بتثبت للعالم كله ان انت يعني على ما تفرج. بس يعني انت يعني من الحته الصغيره ديت اللي انت عملتها بتثبت للعالم كله ان انت على ما تفرج او ماشيه معاك كده. نيجي نبص تريزيجيه ده انت الشوط الاولاني كل جماهير الاهلي بتقول لك تريزيجيه هو نجم المباراه، يجي لك ضربه جزاء يا راجل، ضربه جزاء مش عارف تشوطها كنت سبتها لحد، ضربه جزاء كانت هتفتح الماتش خالص، كنت على الاقل اطلع الشوط الاولاني كسبان، كنت هفضل على الجون دوت هنام عليه واطلع اخد 3 بونت. اصل الماتش بتاع انتر ميامي ده يعتبر الاسهل، انت بعد كده عندك بورتو البرتغالي وبعد كده عندك بالميراس، الاتنين شداد قوي عن انتر ميامي. فانت كنادي اهلي بقياده المدير الفني اللي على ما تفرج ده اللي اسمه ريبيرو، هنعمل ايه قدام الناس دي؟ حرام عليكم بجد حرام عليكم. ده في جمهور اتحرق دمه يا جدع، ده في جمهور سافر جاي من بلاد، بجد حرام عليكم يا جماعه.